مش عشان هو أقوى ملاكم في التاريخ، ده كان رمز للحرية وللكرامة، الصوت اللي بيقول لا للظلم. أهلا بيكم في الحلقة الثانية من واحد صاحبي ما تعرفوش. النهاردة نحكي عن واحد غير قواعد اللعبة، وهو محمد علي كلاي. في 1942 في ولاية كنتاكي الأمريكية، في وسط بيئة مليانة عنصرية واضطهاد للناس السمر في الوقت ده، بيتولد كاسيوس مارسيلوس كلاي. وهو عنده تقريبا 12 سنة اتسرقت منه العجلة بتاعته، فاتضايق جدا وراح يشتكي لضابط شرطة وطلب منه انه يسمح له ينتقم من الحرامي. الضابط ده اسمه جو مارتن، وكان في نفس الوقت هو مدرب ملاكمة. فبص له كده وهو شايف قدامه حد جسمه هزيل جدا، وقال له عشان تاخد حقك لازم تتعلم ازاي تقاتل الاول او تفايت الاول. ونقدر نقول انه من هنا ابتدت الحكايه. ابتدى يدرب محمد علي كلاي تحت اشراف الضابط جو مارتن، وكان سريع جدا في الحلبه. كان زي ما بيوصف نفسه حتى بعد كده انه كان بيطير كالفراشه ويلدغ كالنحله. فاز محمد علي كلاي باول مباراه ليه بعد 6 أسابيع بس، وابتدت مسيرته وواصل حظ البطولات على مستوى الهواة، لحد ما في سنة 1960 بياخد الميدالية الذهبية في أولمبياد روما، وبيرجع أمريكا نجم والناس كلها بتتكلم عنه. بس رغم الشهرة اللي حصل عليها والبطولات اللي كسبها، كان دايما حاسس إن في حاجة ناقصة في حياته. في مرة سمع في الراديو واحد اسمه إليجا محمد أو الحاج محمد، وده كان زعيم منظمة أمة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده، وكان بيتكلم عن الإسلام وإنه دين بيحارب العنصرية وبيساوي بين الناس. الكلام دخل قلبه وابتدى يفكر بجد، وراح قابل الحاج محمد في بيته وقال له أنا عايز أبقى مسلم. وقد كان، ولكنه ما أعلنش وقتها، عشان في 1964 يفوز ببطولة العالم للوزن التقيل وهو لسه يدوب 22 سنة، ويقف قدام العالم كله ويعلن إسلامه، وغير اسمه من كاسيوس كلاي لمحمد علي كلاي. طبعا الناس اتصدمت وابتدوا يهاجموه، وحتى كتير جدا منهم رفضوا الاعتراف باسمه وفضلوا ينادوه بكاسيوس، ولكنه هو كان ثابت على موقفه وقال أنا لقيت نفسي ولقيت ديني ومش هخاف من حد. بتعدي الأيام وبتيجي سنة 1967 وبيتم استدعاء محمد علي لأداء الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي للمشاركة في حرب فيتنام، ولكنه رفض. ليه؟ لأنه ببساطة حس إن ضميره مش هيسمح له إنه يطلق رصاص على إخواته من أصحاب البشرة السمراء في فيتنام، أو يحدف قنابل على الناس الجعانة والغرقانين في الوقت عشان خاطر أمريكا الكبرى زي ما قال. وفضل مصمم رغم إنهم، وعد معايا بقى، سحبوا منه لقب بطل العالم للوزن التقيل، اتحكم عليه بالسجن 5 سنين، غرامة $10,000، ومنع من ممارسة الملاكمة لعدة سنوات. بعد تقريبا 4 سنين بتلغي المحكمة العليا الأمريكية الحكم ضده، وبتعلن إن معارضته للحرب كانت بسبب ضمير أخلاقي يتعلق بعقيدته. رجع كلاي تاني للحلبة وكسب تاني وخاض معارك تاريخية زي رامبل إن ذا جونجل، ثريلا إن مانيلا. إيه الإصرار والعزيمة دول! محمد علي كلاي ما كانش مجرد ملاكم، كان فعلا رمز للحرية وللكرامة والصوت اللي بيقول لا للظلم. في النهاية رغم انه تعب من مرض الباركنسون او الشلل الرعاش، فضل بيظهر في المناسبات وفي البرامج وبيتكلم عن السلام وعن العدل، لحد ما توفي في سنة 2016 وساب وراه قصة مش بس عن الرياضة، دي كمان عن الإنسانية. قصة محمد علي بتفكرنا انك تقدر تكون الأعظم لو أمنت بنفسك وتمسكت بمبدأك. انت ايه حلمك؟ شاركنا في التعليقات واعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان توصلك الحلقات الجاية. سلام.